شاب اتحدى اصحابه بعدم وجود الطنطل، وقرر وقتها يمشي في طريق زراعي مهجور علشان يثبت لهم انه مش موجود. ولكن اللي حصل، ابطالي وبطلاتي هلا والله، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قصتنا النهارده بتتكلم عن الطنطل، فمستعدين لجرعة الرعب دي؟ تمام يعني؟ لايكك الجميل ويلا نبدأ. بسم الله. في واحدة من البلاد العربية وتحديدا العراق موجود شاب اسمه أحمد وعمره 23 سنة، ومن 3 سنين بس بتبدأ قصته المرعبة. أحمد بيحكي وبيقول أنا موجود في منطقة في العراق، المنطقة دي معروف إنها منطقة زراعية وجميلة جدا، ولكنها فيها عيب واحد بس، وهو طريق مهجور محدش أبدا بيمشي منه. وده لأن اللي بنسمعه عن الطريق ده مرعب جدا. احنا اولا مشهور عندنا كائن مرعب اسمه الطنطل، وهو اللي ما يعرفوش نوع من الجن، بيقدر يتشكل في اي حاجة وكل حاجة، انسان، حيوان، جماد، كل شيء تقريبا. وبيقال ان الكائن ده بيظهر للناس في الطريق المهجور وبيأذيهم، ولكن الكلام ده احنا بنسمعه بس، يعني انا ما كنتش بصدق بيه قوي لحد ما جه اليوم وصدقت. وده لما كنا خارجين في يوم بالليل انا وصحابي، وقتها رجلنا جابتنا لحد قرب الطريق ده، فبصيت له كده وابتسمت. ولكن لما بصيت لاصحابي استغربت، لقيتهم كلهم واقفين بيبلعوا ريقهم بالعافيه وبيبصوا للطريق. فقلت لهم ايه يا شباب مالكم مساهمين لي كده؟ ففاقوا كده معايا وقالوا لي مفيش. قلت لهم مفيش ايه؟ ده انتوا شكلكم خايف جدا. قالوا طيب ما ده العادي، يعني انت هتكون قدام طريق معروف ان موجود في الطنطل ومش هتبقى خايف؟ ابتسمت وقلت لهم انا ايوه مش هبقى خايف. بصوا لي باستغراب كده وقالوا لي انت بتتكلم جد؟ قلت لهم اه والله. فقالوا لي ازاي؟ قلت لهم هو انتوا بتصدقوا الكلام ده؟ دي مجرد قصص كانوا بيحكوها لنا اهلنا واحنا صغيرين علشان بس نسمع الكلام، انما هي في الحقيقه مش موجوده اصلا. قالوا لي بجد؟ قلت لهم اه والله. قالوا لي بخباثه طيب ما تدخل الطريق ده دلوقتي لوحدك واثبت لنا بقى ان انت ما بتخافش وكلامك صح. بصيت للطريق كده بقلق وحسيت بالخوف. فقالوا لي ايه يا عم الجامد مالك؟ امال فين القلب الجامد اللي كنت عمال تتكلم بيه دلوقتي؟ انا وقتها فعلا كان باين عليا الخوف، ولكن مش من موضوع الطنطل خالص. انا كنت خايف لان الطريق ضلمه جدا، وبعدين لو انا مش مؤمن بوجود الطنطل فده مش معناه ان انا مش مؤمن بوجود الجن، واكيد طريق مظلم زي ده مسكون بالجن. ولكن انا لو قلت لهم كده محدش هيفهم، وكل اللي هيقولوه اني خايف من الطنطل. فقررت وقتها قرار صعب جدا، وهو اني هدخل للطريق ده في عز الليل. وده كان اخطر قرار انا خدته في حياتي، لان حرفيا حياتي كانت هتنتهي فيه. وبالفعل قلت لهم انا داخل. فبصولي كده وهما بيبرقوا وقالوا لي انت بتهزر صح؟ قلت لهم لا. قالوا لي احمد بلاش كده، عرفنا خلاص ان قلبك جامد. انا كان معروف عني وسط اصحابي ولحد النهارده ان دماغي ناشفه جدا، ومادام خدت قرار مستحيل ارجع فيه، وده لاني بعتبر اني لو رجعت في قراري ده بيمس رجولتي. فقلت لهم خلاص انا خدت القرار. حاولوا معايا كتير يوقفوني، ولكني بالفعل بدات اتحرك، زقتهم وبدات ادخل الطريق المهجور. انا داخل وانا قلبي عمال يدق بسرعه وخايف، ولكن زي ما قلت لك ما كانش ينفع ارجع. قدمت خطوتين جوه الطريق وبدأت تحصل حاجة غريبة. ما كنتش لسه مشيت كتير، ولكن أصوات زمايلي اللي بيزعقوا بقت واطية جدا، وكأني مثلا بعدت عنهم بشارعين 3، وده بالرغم زي ما قلت لك إن هم لسه ورايا. ولكني ما اهتمتش قوي وكملت مشي في الطريق. الطريق كان عامل زي الغابة من كتر ما هو مهجور، الزرع في كل حتة والأشجار كثيفة ومالية المكان. أنا ملحقتش أمشي خطوتين تانيين، وفجأة الصوت بتاع زمايلي ما عادش موجود ابدا. اتكتم كده مره واحده لدرجه ان حسيت ان في باب اتقفل بيني وبينهم. فلفيت بسرعه بص، اتصدمت لما لفيت ورايا ما لقيتش زمايلي ولا لقيت الطريق اللي لسه داخل منه. اللي كان ورايا كان اشجار وزرع زي اللي على يميني وعلى شمالي، انما الطريق الاساسي مش لاقي منه اي اثر. فرجعت بسرعه وانا عمال انادي واقول يا اسامه، يا خالد، يا عدي، ولكن مفيش ابدا حد بيرد عليا. فوقفت مذهول وانا مش عارف في ايه ولا عارف انا هخرج من هنا ازاي. ولكن بدأت اسمع في الهدوء ده صوت، كان صوت حد بينده وبيقول يا احمد انت فين يا احمد؟ الصوت ده انا عارفه كويس، ده صوت عدي صاحبي.
ففضلت اقول انا هنا يا عدي، انت فين؟ فضل يقول تعالى يا احمد انا هنا، وبالفعل بدات اتحرك على مكان صوته. فضلت اجري وانا حاسس ان في حاجات بتبصلي من الزرع اللي على يميني، زي ما يكون في عيون بيضة عمالة تراقبني، ولكني حاولت مركزش واجري اتجاه الصوت. وبالفعل فضلت اجري لحد ما قربت منه، ولما وصلت لقيت فعلا عدي كان قاعد على جذع شجرة مكسور مرمي في الارض. فرحت جري عليه وهو فتح لي ايده علشان احضنه، وبالفعل ضمينا بعض. وقلت له ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ قال لي لما لقيتك دخلت وبدأت تبعد فضلت اقول للعيال مش هينفع نسيبه، لازم كلنا نتجمع وندخل نجيبه من جوه، ولكن زي ما انت عارف العيال بيخافوا من خيالهم، فقالوا لي لا هو هيعرف يتصرف ويطلع. فزعقت لهم وزقتهم ودخلت انا كمان وراك. فقلت له بس يا عدي انت جيت ازاي من اليمه دي؟ مش انا كنت سايبكم ورايا؟ قال لي معرفش الطريق ده شكله مسحور، المهم تعالى يلا نحاول نطلع منه. فقلت له يلا، وبدأنا بالفعل نتحرك. فضلنا ماشيين وسط الظلام المرعب ده واحنا مش عارفين احنا رايحين فين، او انا اللي مش عارف احنا رايحين فين. واللي خلاني اقول لك كده هي تصرفات عدي. عدي كان ماشي في الطريق وكأنه حافظه، زي ما يكون مشي فيه قبل كده كتير. كان ماشي بسرعة وعمال ينط من فوق أغصان وحفر متكسرة، رغم إن المكان ضلمة جدا والحاجات دي بتبقى شبه مش باينة، لدرجة إني ما باخدش بالي منها غير لما بينط من عليها. فشكيت وقتها في نفسي إن نظري ضعيف وعدي نظره أحسن مني، فرجعت لورا وبدأت أمشي وراه. ولما كنت بلاقيه بينط من على حاجة كنت بعمل زيه، لحد ما فجأة عدي وقف. فقلت له وقفت ليه؟ لقيته وقتها ما بيردش، فبصيت عليه لقيته باصص على مكان. ركزت على مكان ما هو باصص، استغربت لقيت مكان عامل زي الكهف. كان المدخل بتاعه كبير والشجر محاوطه من كل مكان. فقلت له ممكن يبقى ايه المكان ده يا عدي؟ ولكن عدي لسه مش راضي يرد. فخبطته بايدي في ايده كده من غير ما ابص له وانا بقول له يا ابني ما ترد بقى مالك؟ ولكن وقتها انا حسيت احساس غريب. لما خبطت ايد عدي لقيتها ناشفه وساقعه جدا، فاستغربت كده وبصيت له. فجاه الصراخ طلع مني لا ارادي من منظره كان مرعب جدا. هو اصلا ما كانش عدي، اللي واقف جنبي كان كائن طويل جدا واملس، وكان لونه رمادي ودراعاته طويله جدا. كان واقف وباصص للكهف. فحاولت ابعد عنه وارجع لورا بالراحه وانا كاتم نفسي، ولكن فجأة بدأ يلف وشه ناحيتي. انا شفت منظر وقف قلبي حرفيا للحظات. وش الكائن كان ممسوح تماما، تحس ان عنده مناخير وبق ولكن موجودين تحت طبقة من الجلد، ومفيش غير عينه بس هي اللي واضحة، وكانت واضحة عن اي حاجة لانها كانت ضخمة جدا وسودة وبتلمع بالابيض. وقتها وبسرعة مرعبة جه ضربني على دماغي، وانا وقتها ما خدتش ثانية واغمى عليا، ولكن مش بشكل كامل، كنت بين الصحيان والاغماء. يعني عيني بتفتح تشوف حاجات وتقفل تاني، ولكن كل جسمي فاقد السيطرة عليه. في اللحظات اللي كنت بفتح فيها عيني كنت بشوف حاجات بتعرفني مصير المرعب اللي انا رايح عليه. هياكل عظمية لكلاب وقطط وخرفان وكل حاجة، ولكن المرعب اكتر ان كان فيه هياكل عظمية لبشر، وده اللي كان مخليني ببكي وهو شددني على الارض لا حول ليا ولا قوة. لحد ما جه الوقت ورماني على الارض، رماني في المكان اللي فيه الهياكل بتاعة البشر، وقعد قدامي وفضل يتشكل في كل الاشكال. فهنا بس ادركت انه ده الطنطل. اتأكدت انه موجود، ولكن علشان اتأكد كان التمن عمري. ووقتها استسلمت واغمى عليا بشكل كامل، ما بقتش داري بالدنيا تماما، وفضلت على الحال ده الله اعلم قد ايه. ولكن بعد شوية فتحت عيني وانا في نفس المكان، ولكن الكائن مش موجود. فحاولت بسرعة اقوم علشان اجري، ولكن وقتها سمعت صوت خطوات جاية من بره الكهف. فرجعت تاني بسرعة وعملت نفسي مغمى عليا، ووقتها وانا فاتح عيني ربع فتحة كده لقيت الكائن داخل الكهف. كان داخل وجرر في ايده حد. لما ركزت وحاولت اعرف مين ده حزنت جدا، لان لقيته صاحبي عدي. كان جره وداخل بيه لحد ما جه عندي
ورماه جنبي. فهنا عرفت هو اتشكل ازاي في شكل عدي، وعرفت ان عدي دخل فعلا علشان يلحقني، ولكن يا ريته ما دخل، لان بعد ما انا بس اللي كنت هروح بقى انا وهو. ووقتها بدأ الكائن ده يتحول لحيوان الضبع، وبدأ يقرب مننا. فهنا انا اتأكدت خلاص انها النهاية، وضربات قلبي زادت وانفاسي ما بقتش ملاحق عليها، ولكن لسه بيقرب من عدي وهيبدأ بيه. فجأة لقيته سابه ورفع ودانه وبدأ يبص لباب الكهف، ومرة واحدة بدأ يجري وطلع منه. ووقتها سمعت أصوات بتنده بأسامينا: يا عدي، يا أحمد. ففضلت أصرخ وأقول لهم تعالوا بسرعة إحنا هنا. كانت أصوات أهالينا وناس من القرية. وقتها لقيت أنوار كتير بتاعت شعلات على باب الكهف، ولقيت أهلنا داخلين علينا. أول ما شافونا جريوا بسرعة علينا وحضنونا. فقلت لهم خدونا بسرعة من هنا وشيلوا عدي علشان لسه مغمى عليه بسرعة. الطنطل كان لسه هنا. وبالفعل عملوا زي ما قلت لهم وبدأنا نجري من الكهف. فضلنا نجري لحد ما خلاص بقينا على باب الطريق المهجور، وكنت شايف الطريق الأساسي قدامنا. ولكن وقتها سمعت صوت في ودني بيقول المرة دي قدرت تهرب، ولكن صدقني أنا مش هسيبك. فمسكت وقتها في والدي جامد لحد ما طلعنا من الطريق. وأول ما خرجنا الشجر رجع ضم على بعضه والطريق اتقفل، وكأنه بالفعل طريق مسحور. وروحنا في أمان الحمد لله. وعدي كمان فاق وبقى زي الفل، وكمان بقى أعز صديق عندي ومستعد أفديه بروحي زي ما عمل معايا. ولكن مؤخرا أنا عمال أحلم كتير بالطنطل بشكل غريب، مع إن الموقف ده حاصل بقاله كتير. فأنا خايف إن ده يكون الوعد اللي وعدني بيه إنه مش هيسيبني وربنا يستر. ودي كانت آخر جملة في الرسالة. يعني لحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو عايز تنتسب انتسب. كان معكم عبد العزيز أو ملك الليل، في أمان الله.